من أهم الأدوات التي تكون عند أي قارئ كتب هذه مساكة شعر. مساكة الشعر هذه تمسك الصفحات لك تساعدك القراءة. وهذه مساكة الشعر تساعد كما ثبت علميا على قوة الفهم وقوة الحافظة وسرعة الاستدراك وسرعة البديهة. وهذه أمور علمية. ما صدقتوني صح؟ طيب ليش ما تصدقوني مع أنكم صدقتم ذلك الذي يربط بين السينما والترفيه مع النهضة الاقتصادية للبلد؟ العلاقة بين السينما والترفيه والنهضة الاقتصادية للبلد هي نفس العلاقة بين مساكة الشعر وقوة الذاكرة. أنا أنطلق من مبدأ كذب وهم أيضا ينطلقون من مبدأ كذب. واو، بتسوي محلل اقتصادي؟ لا، ولكن نظرة تاريخية سريعة. أوكي، لن أقول ترفيه بل أسميه باسمه، وهو استبدال القيم. يقولون باستبدال هذه القيم وترك الثوب القديم وارتداء البنطلون الجديد سيحدث نهضة اقتصادية فظيعة ورقي اجتماعي مذهل. حسنا، لم يأتوا بجديد، فهو نفس ما ذكره رفاعة الطهطاوي عندما عاد من فرنسا عام 1831 وقال أن إذا أخذنا هذا التغريب الكامل فسوف ننهض. وطبق كلامه بحذافيره وبكل احترافية في كل البلاد العربية. إذا بعد 186 من هذه النظرية، المنطق يقول ننظر إلى النتائج ونحاكم عليها هذا الادعاء وننظر هل هو صحيح أم كذب. البلاد العربية التي طبقت ما يسمونه هؤلاء بالترفيه، بل وزادت عليه القوانين الشخصية للمرأة أو ما يسمونه بالولاية. في دولة المغرب عندهم مدونة الأسرة، ومن ضمن بنودها أن الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الرجل، وأن يجوز المرأة أن تتزوج من غير ولي. جميل. وعندهم أيضا السياحة كمصدر دخل رئيس، فأموال الخليجيين الشعب والحكومة تنسكب في دولة المغرب. زد على هذين أن المغرب عام 2011 حازت على المستوى الأول عربيا في عملية الإنتاج السينمائي. أوكي؟ إذا على مبدأ أولئك فيجب أن تكون المغرب ذات قوة اقتصادية ونهضة حضارية جبارة. صحيح؟ ولكن الواقع يقول أن البلد فقير، وأن الإخوان المغاربة ما زالوا يعانون من الأمية والبطالة بنسبة 10%، ولا تأثير أبدا للسياحة والسينما والبارات ومدونة الأسرة إلا في زيادة معاناة هذا الشعب المسكين. تونس بورقيبة منذ تولى عام 1957 وهو يصدر قوانين في منع التعدد الزوجات والسماح بالإجهاض، وقوانين خاصة بالزواج والطلاق والولاية والسينما والسياحة. ثم ماذا؟ 13% نسبة بطالة. وعندنا يأتي أحد المعتوهين يقول سنوفر 20,000 وظيفة. كذبت ورب الكعبة. سوريا كانت تنكب كل أموال الموظفين في شوارع دمشق، وعلى مرور السنوات هل زادت تلك الأموال من اقتصاد البلد؟ هل زادت من اقتصاد البلد مع قلة دخله؟ إذا كان الجواب لا، فكيف تقولون أنه إذا استرجعنا هذه الأموال فسوف يتحسن اقتصادنا مع أن ميزانيتنا بالتريليونات؟ إذا التفسير بدل ما تروح هالدراهم في جيب رجل سياسة سوري، خلاها تروح إلى جيب رجل سياسة سعودي. ولا مبرر لهذه الكذبات وهذا الاختلاق إلا تخدير للشعب. يا عزيزي، من يعارض هذه العلمنة في البلد فهو بسبب أن هناك أقوام قد سبقونا إلى هذا الانجراف والنتائج واضحة. فأنا وغيري الكثير يا عزيزي لا نريد أن ينشأ أبناؤنا في عيشة فقر بسبب شهوة أحد المسؤولين، أو ينشأوا في بيئة تبعدهم عن دينهم وعن ربهم. فلماذا هذا الإصرار في السير في نفس طريق تلك المجتمعات الفقيرة، مع العلم أن البلد يسير على البركة؟ التعليم الحكومي منحط، مستشفياتنا قاذورات، الشوارع مصابة بالجرب، متعلقين بهالبركة اللي الله أعلم أنها جاية بسبب حفاظنا على هذا الدين. فتأتي تحارب هذا الدين فتروح البركة. السبب أن الببغاء لا تبتكر الكلمات، فقط هي تردد، وتردد غصبا عن خشمها.
نقطة أخيرة، من يربط التأخر الاقتصادي بالإسلام ويقارن بين دولة إسلامية ودولة غربية أوروبية. هذه المقارنة أساسا مجهفة، يعني كأنك تقارن بين عامل نظافة ومدير شركة أرامكو. هذه المقارنة خاطئة. المقارنة الصحيحة أن تقارن بين دولتين إسلامية وغير إسلامية ولكن في بيئة جغرافية واحدة. مثلا قارن بين الهند وباكستان الإسلامية، الوضع الاقتصادي متقارب. ماليزيا وتايلاند، ماليزيا إسلامية متقدمة جدا. إذا الربط بين التأخر الاقتصادي والإسلام ربط خاطئ. طيب، أنت مصر على مقارنتك، أوكي. طيب قارن مثلا بين ألمانيا وأي دولة غير إسلامية أفريقية، مع أنها غير مسلمة ومتأخرة. ربما تكون السنوات القادمة إذا الله أحيانا بحث عن إجابة سؤال: هل النهضة الاقتصادية لوحدها تستلزم تنمية متكاملة في البلد؟